طبعا عندك المقشره دي في المطبخ وعلى طول في ايدك بتقشري بيها بطاطس، بطاطا، جزر، فاكهه، ما بتستغنيش عنها. طيب لما بتيجي تغسليها بتغسليها ازاي؟ هتفتحيها وتخرجي الجزء الحاد اللي بتقشري بيه، بيبقى فيه فتحتين وبتدخليهم وتخرجيهم منها بمنتهى السهوله. وبعدها تجيبي اي شوكه عندك وبالسن بتاع الشوكه تبداي تنضفي الرواسب اللي موجوده ورا السكينه بتاع المقشره على الناشف كده، وتكحتي الرواسب اللي موجوده عليها. وبعد ما تتاكدي ان انت نضفتيها كويس هتبداي تحطيها في شويه خل على سائل اطباق وميه سخنه حوالي 10 دقايق علشان باقي الرواسب اللي موجوده تبدا تبوش معاكي وتغسليها بسهوله. هتجيبي بقى بعد ال10 دقايق ما يعدوا هتجيبي اي سلكه عندك او الفرشه اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، وتبداي تغسلي السنون او السكينه بتاعه المقشره وكمان يد المقشره من جوه ومن عند الفتحات، وتحاسبي على ايدك لان الحاجات دي حاده علشان ما تاذيكيش. متهيألي ان السلك والفرشه هم انسب حاجه علشان تغسلي بيهم الحاجات دي، غير اللوفه خالص، لان اللوفه هتمسك في السكينه بتاع المقشره ومش هتنجز معاكي خالص. بعد ما تغسليها كويس هتبداي تغسليها وترجعيها زي ما كانت عن طريق الفتحتين دول. بتدخلي السنه في الفتحه وتشدي وتدخليه في الفتحه التانية بمنتهى السهوله، وبكده هتكون رجعت معاكي زي ما كانت.